أهلا وسهلا بيكم حبايبي الغاليين، يا رب دايما تكونوا بخير مع حلقة جديدة من مسلسل أجهزة مفتوحة. ومعانا الحلقة 26. وتعالوا معانا لأن المواضيع دخلت في أحداث بوليسية ودراما شيقة إلى حد ما اتغيرت. الخط الكوميدي قل شوية وأصبحت الأحداث مشوقة زيادة عن الفترة اللي فاتت. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، متنسوش تدعمونا بلايك الفيديو واشتراك في القناة للي بيدخل ويشرفنا لأول مرة. وتعالوا نتكلم عن الحلقة. أصحاب زوج دينا ماهر اللي هي أخت شريف منير، هما اللي خططوا لخطف الولد، يعني خطف الولد وعلشان يبتزوا أمه إن هي تدفع 1,000,000 جنيه في سبيل إن هما يسيبوا الولد. ولو انتوا بتتابعوا بقى المسلسل وهتشوفوا الخط الدرامي بتاعه هتلاقوه بياخد يعني تقريبا كده في كل موضوع او في كل مشكلة او في كل حدث حلقتين، فبالحلقتين بيعالجوا الامر. بدأت مثلا بعض الحلقات بموضوع لقاء الخميسي ومشكلتها في الشقة اللي راحتها واكتشفوا ان هي شقة دعارة، ورجوعها للبنك ومحاربتهم علشان يرجعوا البنك. دلوقتي هياخد برضو الخط بتاع خطف الولد، وقبلها برضو غياب بنت شريف منير. وفي الحلقة اللي جاية اللي انتوا هتتابعوها بعد ما يقدروا يوصلوا للولد ويعرفوا ان ابوه ما كانش له يد في الموضوع ده، هندخل بقى في موضوع تاني جديد مع شريف منير ولقاء الخميسي. ان هي عايزة تاخد الترقية اللي ترقتها وتمسك مدير فرع، لكن طبعا في بلد تانية بعيد عن مكانهم وهي المنصورة. وبالتأكيد زي ما هما بيقولوا أو شريف منير رفض تماما وقال لها مهما يكون في حاجات أو أنت شايفة إن هي ترقية أو فلوس زيادة أو لكن بيتك هو الأهم. بيتك هو الأهم لأن احنا محتاجين